تنضم إلينا الآن من الدار البيضاء في المغرب نجمة المنتخب المغربي سابقا نادية مقدي الملقبة بتيغانا. نادية، أهلا وسهلا بك معنا. بداية دعيني أسألك عن شعورك وأنت اللاعبة السابقة والمدربة حاليا، وكان لك طبعا دور كبير في تطوير وانتشار كرة القدم النسوية في المغرب. شعورك وأنت تشاهدين إحدى ثمرات النجاح تقطف الآن بوصول المنتخب المغربي كأول منتخب عربي لكأس العالم للسيدات. شكرا أخي على الاستضافة الكريمة. بالنسبة لي هذا فخر وشرف كبير بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي للمونديال نيوزيلندا وأستراليا. يعني هذه المشاركة جاءت بعد واحد مشوار طويل يعني المنتخب الأول، وصراحة بتضافر جهود ديال الجامعة الملكية في شخص الرئيس سيد فوزي القجع اللي يعني له الفضل في هذا يعني الوصول المنتخب لهذه النتيجة. شرف لي كلاعبة سابقة وشرف لكل عربية. يعني المنتخب المغربي كي يكون أول بلد عربي اللي غيمثلنا إن شاء الله في مونديال كأس العالم. نعم، طبعا نادية، تابعت مشاركة المنتخب المغربي في كأس إفريقيا الأخيرة التي نظمت في المغرب، وهذا التفاعل الكبير من الجماهير المغربية مع ما قدمه المنتخب عندما وصل للنهائي. وبالتالي الآن ثقافة متابعة المنتخبات النسوية أصبحت تجد لها مكانا الآن في المغرب بخلاف سابقا، وبالتالي هذا سيعطي دفعة كبيرة لهذه المشاركة المغربية في كأس العالم، أليس كذلك؟ طبيعة الحال يعني إذا رجعنا لكأس إفريقيا اللي تنظمت في المغرب السنة الفارطة كنلاحظوا كان واحد حضور جماهيري كبير، يعني لا من طرف النساء ولا من طرف الرجال. شفنا واحد صورة جميلة يعني في الملعب، واحد العدد كبير ديال الجماهير اللي حضرت كل المقابلات وساندت المنتخب الوطني، وكانت هي السبب في وصولهم لهذه النتيجة. لأن كما تعرف الجمهور يعني يعتبر اللاعب رقم 12. كان واحد صراحة أنا حضرت في الملعب وخارج الملعب كنشوف واحد المساندة كبيرة، وهذا الشيء يعني في هذه السنوات الأخيرة لاحظنا بزاف حضور جماهيري ديال الذكور في المباريات ديال البطولة الاحترافية سواء في القسم الوطني الأول أو الثاني. وكنظن أن كما قلت لك هذا الوصول لهذا المونديال يعني جاء بعد واحد مجموعة ديال تضافر جهود لا من طرف الجامعة ولا من الجمهور اللي ساند بقوة المنتخب الوطني خلال كأس إفريقيا. نعم، نادية مقدي الملقبة بتيغانا نجمة المنتخب المغربي سابقا كنت معنا من الدار البيضاء. شكرا لك، وأكيد ستكون لنا معك لقاءات قادمة خلال هذه البطولة. شكرا نادية.